ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هسجل معاكم فيديو جديد بجد. يعني انا عملت حواوشي كان تحفه بجد. بصوا انا عملت حاجه كده جديده، يعني محدش قالي عليها صراحه، يعني ايه قلت اعملها. بصوا جبت بصلتين كبار وضربتهم في الكبه. بصوا انا ما عملتوش قوي بس ضربته حبه كده حلوين، وحطيت عليه نص كيلو لحمه وحطيت عليه معلقه كاتشب. لو انتوا عايزين تزودوا الكاتشب بجد هو طعمه تحفه. وجبت فينو وحطيت رغيفين فينو، ده بيزود الكميه. حطيت بهارات لحمه كزبره وكمون وبابريكا، وحطيت ملح، وعاوزين نحط شطه حطه بس انا ما حطيتش شطه. وظبطت طبعا الملح بتاعها وكده، وحطيت معلقه عسل بجد بتدي طعم تحفه. يعني الطعم بتاعها جميل قوي بجد، هيعجبكم قوي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده قعدت اعجنها بايدي كتير، بس الصراحه حسيت البصل خشن فيها قوي وعايزه تضرب اكتر، بس انا ما عرفتش اتحكم فيها. يعني حسيت في بصلايه مضروبه مش قوي ومضروبه بقى وكده، يعني فاهميني. بصي وبعدها بشرت البصل زي ما انتم شايفين، بنشره ناعم عشان اخد المية بتاعته واعصرها بجد. يعني المية بتاعته اصلا اسمه ايه ده، ومية طماطم حطيتهم على بعض طعمهم يعني ادى طعم مختلف خالص. وانا اصلا التفل ده برضك هستعمله، وهستعمل اسمه ايه ده، وهستعمل التفل بتاعه والميه بتاعته. يعني انا مش هرمي حاجه ولا هشيل حاجه في الفريزر او اي حاجه. بس بجد كان تحفه. بس هو كان عايز ملح، وعايز شويه توابل لحمه، كان عايز طعمه شويه بس ايه، يعني كان حلو يعني كل حاجه. بس احنا ظبطناه، يعني ايه دوقنا الرغيف وظبطناه في الاخر. زي ما انتم شايفين كده جبت تفل البصل وصفيته كده لغايه ما تنزل الميه منه، اكنك هتعملوا كفته بالظبط. هو مش هتفرق يعني لو ميه نزلت فيها، بس انا عايزه ادهنه من بره يدي طعم احلى، يعني من بره الرغيف كده. بس بصفيها لغايه ما تجيب اجلها خالص، يعني ما يكونش فيها ميه خالص. تصفيوها حاولوا قد ما تقدروا لغايه ما يكون تفل. بص مش هقول لكم ان انا يعني ايه اتصفت 100%، بس هي اتصفت يعني على قد ما عرفت. وكان فيها شويه ميه بصل بس مش مشكله، يعني صفيتها. يعني هي قصدي نزلت ميه بصل، نزلت ميه كتير قوي. وانتوا اصلا هتشوفوا انا كان ايه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بردك اسمه طماطمايه، طماطميتين هما مش كبار. لو عندي طماطمية كبير هيبقى حلو، بس انا كنت عندي طماطميتين وسط كده، يعني ايه كانوا حلوين شويه وبشرتهم. زي ما انت بصي كنت هبشرها على الناعم بس ما عرفتش، لازم نشرها على اللي هو اللي على التخين ده. كده كده في الاخر بيكون عامل زي بيتعسر كده، فاهمني. وبرضك عصرت ال اسمه ده الطماطم وميه البصل على ميه الطماطم. وقطعت الفلفل مربعات صغنونه خالص زي ما انتم شايفين كده ودعكته. عايزين بقى تضربوه في الكبه تاني عشان ما يبانش يعني البصل والحاجات دي، لان الناس ما بتحبش الخضار اللي هو مستوي. براحتكم. وحطيت عليها زيت، حطيت عليها كده ايه حبه صوص صغننين كده. بس زي ما انتم شايفين، بص انا لازم يعني كتر اللحمه دي لازم تتعكي فيها كتير. بص زي ما انتم شايفين انا حطيتها اهو يعني بعد ما حطيت كل الحاجات دي حطيتها في التلاجة تاني. قلت ايه اقطع البطاطس زي ما انتم شايفين، هقطعها وغسلتها وكده. بصوا دي ميه، بحط عليها زيت وبسيبها في التلاجة او بسيبها شويه بره. بصوا احط عليها حبه زيت عشان بس ايه يعني المعها كده زي ما انتم شايفين. بصوا بفتح الرغيف، انا عملت بالظبط 14 رغيف وبجد كانوا تحفه. بس في مشكله انا ما عرفتش اصوره في الاخر، اتلهيت خالص ونسيتهم. زي ما انتم شايفين كده جبت الرغيف وفتحته. هم عملوا 14 رغيف بجد كانوا حلو، وكنت ملياهم يعني مش مسيحين ولا حاجه، كان مليانين وكان اكيد كده فيه لحمه وعيش. كنت حاطه كل حاجه، بس طبعا الملح لقيته قليل فرحت ظبطته تاني. وحطيت توم برضه، كان نسيت احط توم، وحطيت توم حطيت بتاع ربع معلقه توم كده بجد كانت تحفه. بتدي طعم حلو يعني. ما حطيتش توم كتير برضه عشان ايه ما يتعبناش. أصل كتر التوم غلط يعني عموما. زي ما انتم شايفين فتحت الرغيف، لا عملوا معايا 14 رغيف وكان بجد كان طعمهم تحفه وخلصوا في يوميها اصلا كان تحفه قوي. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان القناه تكبر بيكم. زي ما انتم شايفين فتحت الرغيف. بص بقى انا كنت بحمر بطاطس. انا بقى ايه بعمل تست كده، بنزل بطاطسايه الاقيها بتعمل حاجات بجنب كده بعمل. انا عموما يعني بجد انا على طول يعني بخاف امسك البطاطس كده بايدي مثلا واحطها في البتاع. انت هتلاقيني بصي حطها على طول بالكبش. انا بخاف جدا يعني،
مره اتعملت واتلسعت في صوابع، فمن ساعتها بقى خفت فاهماني. فبحط بالكبشه كده، بحط كده بحطهم في الكبشه واحطهم على النار، يكون اريح لي برضه فاهماني. بس بقى وانا بحشي الحواوشي، حطيت بس حواوشي زي ما انتوا شايفين كده، حطيت لحمه بس. حتى هتلاقي اصلا انا بحط لحمه ولا قليل ولا كتير، يعني احنا عموما ما بنحبش اللحمه تكون كتير اوفر، ما تكونش كبيره قوي كتير قوي، نحس بطعم الرغيف لكن مش بناكل لحمه بس فاهمني. في ناس بقى على حسب الناس ما بتحب فاهمني. اهو. وبرضك هنزلكوا فلوج ان شاء الله، يعني الاسبوع الجاي كده ما هنزلكوا فلوج تاني الاسبوع الجاي، او في اي يوم هصور فلوج وانا رايحه اجيب اكسسوارات وحاجات كده رايحه اجيبها. والمحل بجد كان تحفه قوي، انا بجيب يعني على طول منه اكسسوارات، وهوريك بقى الاكسسوارات وكل حاجه. وان شاء الله لما اشتري هدوم العيد الكبير هصورها لكم، وعايزه اصور لكم برضك فيديوهات وانا نازله الدرس كده يعني، ورايحه درس او كده، عايزه اعمل لكم تريدي with me يعني وانا رايحه درس وكده يعني فاهمني. زي ما انتوا شايفين بس بحط لحمة اهو حبة، يعني كتير اهو زي ما انتوا شايفين. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. انا ما صورت صراحة الاكل في الاخر، يعني انا عملت كام رغيف كده كان هو جعانين، رحت صورت وقلت ايه هصور لكم يعني في الاخر وكده، بس ايه نسيت خالص. بصوا دي بقى ميه البصل والطماطم وحطيت عليها زيت، بصوا بجيب بالفرشه وادعكها كده. بصوا ما تحطوش كتير اوفر عشان ما يطراش مني، يعني انا حطيته لو سبت، يعني انتي المفروض تعمليه في ساعتها، سبته شويه هتلاقيه العيش بقى ايه اللي هو بيقع كده من كتر هو مفرفت فاهميني. وخلي بالك عشان لقيت اصلا الطاسه دي، وخلي بالك تحطي في طاسه فيها ما بتلزقش، عشان الطاسه دي لزقت عملت فيها رغيفين ورحت شلتها على طول لقيتها بتلزق. وطبعا زي ما انتوا شايفين بدهينا بالبصل والميه الطماطم، زي ما انتوا شايفين شكلها تحفه ازاي، بجد الطعم تحفه. بس ده الشكل النهائي، جنبنا جنبها طماطم و... وعملنا الحوشي كده وجبنا مخلل بجد كان طعمها تحفه، وجبنا بيبسي وشيبسي. وتسلم ايديا بجد، والفيديو يعجبكم. باي باي.